تعرف حد بيقول إحنا شعب الله المختار؟ ممكن يعذبنا شوية على المخالفات اللي بنرتكبها والغلط اللي بنعمله، لكن مليون في المية هندخل بعدها الجنة؟ طبعا ده كلام اليهود. طب تعرف مين كمان بيقول كده؟ إحنا المسلمين بنقول يا عم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أي نعم إحنا ممكن نعدي على النار علشان السيئات اللي بنعملها، بس أكيد يعني مليون في المية هندخل بعدها الجنة. ودي نفس الثغرة اللي الشيطان دخل منها على بني إسرائيل، لأن هم وقعوا في أكبر غلطة، إن معاهم تذكرة الدخول للجنة، وأكيد داخلين فبقوا رمز للكبر والضلال والجحود. كلنا بنقرأ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ونقول ياه قد ايه غلطانين. كلنا بنقرأ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ونقول والعياذ بالله. واحنا حرفيا ده اللي بنعمله. احنا بنسمع القرآن في الصلاة كأنه طلاسم، محدش فاهم منه حاجة. وحتى لما بنفهم مثلا زي ادفع السيئة بالحسنة، وانك تقابل الإساءة بالإحسان، محدش بيعمل بيه إلا ما رحم ربي. ولما بنفهم مبدأ زي لا تقف ما ليس لك به علم، ومبدأ زي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، بنحطه على جنب. يبقى مش بني إسرائيل بس اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مش بلعم ابن آبر بس هو الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. دي كلها نماذج، والهدف منها إننا ما نعملش زيهم.